السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته معاكم. انا عارفة ان انا طولت عليكم واتأخرت، بس سامحوني والله كان غصب عني. فيعني ربنا يبارك فيكم وفي عمركم ويرزقكم الصحة والعافية يا رب العالمين. انا مش عايزة اقول لكم حاجات كتيرة او تفاصيل كتيرة عن حياتي او الايام اللي عدت عندي. بس اللي انا عايزة اقوله ان الحمد لله، وان انتي ما تستسلميش لاي حاجة، ما تستسلميش لاي حاجة من نفسيتك ولا صحتك. وتخلي بالك من صحتك ونفسيتك. وما تركميش على نفسك حاجات، ما تركميش على نفسك حاجات وتقولي انا ما عملتش ولا سويت ولا جبت. لا، ارضي بنصيبك وارضي باللي ربنا ادهولك، والله العظيم لو رضيت ربنا هيكرمك باكتر. لكن هتفضلي تقولي انا مش معنى ده وعندي وده ما عندهاش وده عندها وانا ما عنديش، وانا اقل منهم وانا مش اقل منهم. هتتعبي انت نفسيا وهتتعبي انت جسديا. خلي بالك واحمدي ربنا وخلي بالك من صحتك. بس يا بنات، انا دخلت البلكونه بتاعتي، قلت اشوف ايه اللي وراها، عشان انا كنت مركنه حاجات كتير نيش، وقلت كل يوم هبيعه واجله وابيعه واستنى اليوم اللي بعده عشان ابيعه. فطبعا ما حصلش كده وفضل مركون، وركنت حاجات تاني وراه. فقلت لا، لازم ادخل البلكونه النهارده اخلص من الحاجات اللي ملهاش لازمه واشوف الدنيا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، بدات بس انزل الحاجات اللي عليها. مثلا كان انا عندي السلم ده، اللي هو السلم بتطلعي بيه لو عايزه حاجه تدقي مسمار فوق، عايزه تجيبي حاجه من فوق كده. فده السلم ده لازم موجود، يبقى موجود عندي ضروري. تمام، عشان في حاجات انا مش بطولها، فلازم السلم ده موجود. مثلا العجله بتاعت عيالي حطها في البلكونه، لو هم مثلا بيلعبوا بيها او اتكسرت او فيها حاجه مشكله، فاروح ركناها في البلكونه. عندي فرن دي ما شاء الله زي ما انتم شايفينها دي، انا عايزه اقول لكم الفرن دي ليها عندي 5 سنين حاليا دلوقتي، وما شغلتهاش غير مره واحده. فركناها في البلكونه، مع اني لو شغلتها تبقى ما شاء الله تبقى حلوه وغبيزها حلو. بس انا بما اننا عندنا غزو كده فبستبعدها، فبستخدم كل حاجه في فرن البوتاجاز بصراحه. فانتوا شايفين المنظر، حاجه مش حلوه، حاجه مش لطيفه. فانا عايزه اقولك والله اوعي تاجلي حاجه، اوعي تركني اي حاجه في البيت. كله اولا بيجيب طاقه سلبيه وحشه. بيربي حشرات ورا الخشب، بيعمل حاجات وحشه. ايه ده؟ إيه؟ لا، دي كميه مش حلو، مش حلو خالص على العين. فانا اللي وصلت لنفس المرحله دي، وعايزه اقول لكم انا في اليوم ده هلكت فعلا، لان انا اللي شلت لوحدي وعملت لوحدي. فاهمين؟ فلا يعني حاجه كانت صعبه، وكمان كملت لجوه في البيت، يعني مش في البلكونه بس، باقي الشقه. يعني باقي الشقه فين، والروتين باقي اليوم، وحاجات باقي اليوم. بس الله المستعان، ربنا قوانا وعنا كده وعملنا اللي ورانا. فانت استعيني بالله، ما تكسليش على حاجه، واعملي اللي وراكي، وقومي كده شدي حيلك، ان شاء الله ربنا يعينك وتعملي كل اللي وراك، ما تكسليش. طبعا قبل ما اكمل الفيديو، اضغطي على اللايك وكده وحطي لي لايك ومتابعه حلوه زيك يا قمر، عشان الفيديو والقناه تكبر بيكم ان شاء الله، وعشان الفيديو ينتشر اكتر. حبايبي الحلوين، ما تبخلوش عليا، ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب. وتعليق كده حلو، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كومنتات، وقولي لي انت يا قمر متابعاني منين، الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم الروتين اكتر ولا الاكلات، عشان اعرف اكمل معاكم واشوف لكم الحاجات اللي انتوا حابينها اكتر انا هعملها. بس بسم الله. كده نزلت الفرن زي ما انتم شايفين. يعني ما اقولكوش، هي خفيفه ومش تقيله قوي يعني، ولا خفيفه قوي. فرن يعني فرن دي. لما عملت عليها العيش الصغير حوالي ممكن خدت رغيفين عيش مصري من اللي هو الكبير، ومن العيش الصغير خدت حوالي 5. انا ما بقول لكم ما عملتش عليها غير مره. المره التانية جيت اشغلها لقيتها منفسه من الجناب، فما شغلتهاش تاني بصراحه. المهم انا خدت الفرن بتاعتي كده، دخلت في الصاله اي حاجه مثلا بطلعها. عرفت احط في الجنب التاني في البلكونه ماشي، ما عرفتش بدخل في الصاله عندي جوه. يعني لحد ما افضي كل حاجه كده واحده واحده، اشوف ايه اللي هخليه في البلكونه وايه اللي مش هخليه. بس زي ما انتم شايفين كده ابتديت اطلع واحده واحده. بس عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، بالله عليكم لو انتي بتعملي اي حاجه في بيتك، اي روتين، ما تتعفيش على نفسك، ما تضغطيش على نفسك. في حد معاكي يقدر يساعدك ماشي، محدش هيقدر يساعدك. ممكن يعني تستني تعملي حاجه واحده واحده، لو انتي مضطريه ان انتي تعملي حاجه دلوقتي. انا كنت مضطريه ان انا الحاجه دي متاجلها، مستنيه مثلا يكون جوزي موجود يعملها معايا، مستنيه حد يكون مثلا موجود يعملها معايا. ما لقيتش، ما فيش وقت متاح ان حد يعمل معايا، فانا استعفيت على نفسي وعملت. فبالتالي ده اثر عليا انا، واثر على نفسيتي وعلى صحتي، يعني مش صحيا لا، وعلى نفسيا برضو. فخلي في بالك اي حاجه تقيله بلاش منها. عايزه اقول لكم اللي حصل ده، ان كان في برص ورا ال ورا ال ورا ال الخشب ده.
معلش ما تزعلوش مني من اللفظ، بس هو ده حقيقة. فانا اول ما صوتت اولادي كلهم جنبي، اللي جيب المقشه واللي جيب الشبشب يعني هم مستعدين للبورصه لما يطلع يضربوه. فانا هو حته بورصه صغير والله، هو ما بانش، هو بس ورا البتاع دي. انا الحمد لله قعدت اضرب فيه في المقشه. هم بيقولوا سبحان الله اللي يضرب البورصه ده بايده من غير عصايه بياخد حسنات. انا طبعا ما قدرتش اعمل الكلام ده، ما قدرتش ابدا، ولا نفسيتي تسمح ان انا اضربه بايدي. انا ضربته بالمقشه قسما بالله وانا خايفه وقرفانه ومستصعب عليا لان هو حته بورصه صغير. فانتم متخيلين فيعني انا لو كنت قعدت تقريبا الخشب ده اكتر من كده هيربي يعني حاجات كتيره، وغير الفئران بقى اللي تيجي كمان واحنا في الصيف. فكل حاجه هتيجي في الحاجه هنا عشان تستخبى، تهرب من الشقه اللي جنبك او اللي فوقيكي، او تيجي من تحت عشان تستخبى هنا. ده واكر هيبقى ليهم وكر ولا يبقى عشش فئران والكلام ده. فالحمد لله انا كده شديت المطبخ ده ونضفته. انا ما عرفتش ارمي المطبخ ده لان هو فيه جواه حاجات، فيه انبوبه وفيه شويه حاجات جوه برضو، لانبوبه الفرن مخبيها جواه عشان الشمس، وفي نفس الوقت حطيت عليه الفرن، فما حبيتش يعني ما عرفتش ارميه. فانا استكفيت ان انا شلت الخشب كله وحطيت الفرن على المطبخ من فوق. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو اللي فيه ان انا مصوره خلاص المطبخ برضو البلكونه اتشطبت وخلصت اتمسح. انا مش عارفه لتاني مره اعمل اي فيديو يتمسح مني، تقريبا التليفون لما بيلاقي صور كتيره متركمه بيمسح. المهم انا بعد ما خلصت البلكونه كده وخلصت وكنستها ومسحتها، طبعا دخلت على الصاله اتملت تراب من الحاجات اللي انا طلعتها. خدت الحافظه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، طبعا عشان اتملت طين من طالعين رجلينا وداخلين، انا نسيت اشيلها اصلا، فقلت لا ما بدهاش. رحت خدتها كده، عيالي بارك الله فيهم حطوا عليها ميه ولينوها، وانا دخلت بقى ايه قعدت اغسل فيها شويه وهم يغسلوا فيها شويه لحد ما الحمد لله خلصت. عايزه اقول لكم البديل السجاد ده وحش في الغسل، يعني لما تيجي تلميه تلاقيه طري معاكي كده، مش بيبقى واقفه زي السجاده، هي دي مشكلتها. لكن هي احلى حاجه ان هي خفيفه لما تيجي تفرشيها، خفيفه لما تيجي تلميها. بس فانا غسلتها كده وصفيتها وسبتها تتصفى، وقلت ايه ادخل على الصاله زي ما انتم شايفين كده. كنت مركبه فيها الشرشوبه الجديده اللي احنا جبناها سوا. طبعا ابني عمر ربنا يهديه قال لي لا يا ماما انا لازم امسح الاول قبل منك. قلت له لا اتفضل يا استاذ، لازم تحط ايدك اتفضل. فحب يمسح بقى واخترع، زي ما انتم عارفين العيال بتشبح في كل حاجه، حتى اخوه الوسطاني حب يعمل زيه. فالله المستعان ربنا يهديهم. قعدوا يليطوا ويبيطوا في الشقه. فخلصت يعني قلت اخد لي راحه شويه، فاخدت لي شويه راحه لحد ما هم ملوا الشقه كلها ميه زي ما انتم شايفين. فقلت انا ايه اكمل بقى، مسكت الشرشوبه تاني كويس ومسحت كده وسبتها تنشف وقلت افرش. انا عايزه اختصر لكم الفيديو على قد ما اقدر لان الفيديو بتاعي طويل النهارده، متسامحوني عشان في حاجات فيه تفاصيل. انا عايزه اقول لكم ليه يومين ما صورتش معاكم، فانا عايزه اوريكم كل الروتينات والحاجات اللي انا عملتها في اليوم ده واليومين يعني ده روتين يومين. عايزه اقول لكم ده روتين يومين. روتين اللي هو طبعا ان احنا كنست السجاده، غسلت السجاده، والروتين بتاع البلكونه خلصتها، فده كان روتين لوحده. وطبعا وكنست ومسحت ده كان في نفس اليوم روتين. الحاجات اللي هتشوفوها بعد كده ده روتين تاني يوم. تمام انا كده خلصت والحمد لله كان عندي في اليوم ده غدا، كنت عامله غدا وخلاص انا مش هقف تاني في المطبخ. فالحمد لله خلصت كده الصاله زي ما انتم شايفين وروقتها، وخلصت البلكونه وكانت كده زي الفل. المفروض ده كان هيبقى روتين، انا قعدت اختصر لكم في اليوم ده حاجات كتير. ده روتين بقى تاني يوم، ده روتين تاني يوم بالظبط. بعد ما عملت المطبخ ده البلكونه مش عارفه ليه معلق معايا المطبخ، تاني يوم عملت فيه روتين البلكونه. دخلت لميت، كان عندي غسيل غسلته، لميت الغسيل الباقي طبقته زي ما انتم شايفين. وانا بغسل وبنشر، عيالي بارك الله فيهم كانوا بيذاكروا. فهل هيسيبوني اغسل براحتي؟ لا طبعا لا يا ماما، واقفين معايا في البلكونه عادي وانا بنشر، واقفين معايا في الحمام وانا بغسل، واقفين معايا وانا بطبق الغسيل عادي خالص. فانا طبعا يعني ربنا المستعان يعني ساعات المخ بيفصل، متبقيش عارفه انت مركزه فين. والله ساعات اجاوب للكبير واجاوب للصغير، اقول لده بتاع الصغير واقول للكبير، يعني فاهمه بيبقى في اختلاط بين الامور يعني. بس الحمد لله عايزه اقول لكم ده مش حالي انا لوحدي، والله ده حال الامهات. طبعا انت هتسالوني هم بيذاكروا ايه دلوقتي، بقول لكم انا مبتديه اللهم بارك ليا حوالي شهرين يعني. ليه؟ لان مثلا عندي الوسطاني احمد ابني رايح سنه اولى ابتدائي، فلما كان في الحضانه كي جي 2 فكان المدرسين كل شويه يتغيروا، يجيبوا مدرسه وواحده تمشي وتيجي مدرسه تانية. والله العظيم حوالي 3 مدرسين في الترم التاني ده كانوا بيتغيروا.
فهو ما كانش عارف مركز مع اي ميس، وما كانش عارف، تحس ان هو كان تايه في المذاكره والدروس. وانا كمان كنت موقفه عنه دروس، يعتبر طلع السنه اللي فاتت بتاعت كي جي 2 دي مش عارف حاجه، يا دوب عارف الحروف والارقام. واحد دخل سنه اولى مش هيبقى عارف الحاجات دي ازاي يعني. فقلت لا، جبت يا دوب خلصوا الكي جي 2 وابني خلص امتحانات سنه اولى، يا دوب خدوا شهر اجازه وبدات الدروس على طول. يعني انا يعتبر كده بادئه من شهر 6 دروس. تمام. ليه بقى؟ تقويه وتاسيس. يعني انا ابني اللي رايح سنه تانية ان شاء الله بيبقى عنده منهج اصعب، ففي حاجات مثلا كانت واقعه منه برضو، مثلا انه يربط الكلمات ببعضها في الانجليزي. انا مش بديله عربي، انا بديله ماس وانجليزي بس. انا دخلت الامور في بعضها. بالنسبه لابني اللي هو احمد الوسطاني، هو بياخد كل المواد زي تاسيس. ابني محمد اللي هو في سنه تانية ده، اللي راح تانية ما شاء الله، بياخد اللي هو زي دروس تقويه، او حاجات اللي وقع منه بيراجعها. تمام. خليكم كده معايا على الخط عشان تركزوا، عشان انا خلاص فصلت. تمام. فده اللي خلاني وديتهم الدروس، عشان هم ما يفصلوش وينسوا الحاجات. لو قعدوا في الاجازه بتاعتنا دي هتبقى طويله فهينسوا. فقلت لا، حبيت ان انا اديهم عشان يروحوا سنه اولى وتانية ان شاء الله يكونوا عارفين باذن الله ايه كل حاجه. انا هنا بعد ما طبقت الغسيل كان حان وقت الاكل يا جماعه والغدا، فانا دخلت على طول. كنت متبله الفراخ الحمد لله ليها يومين، انا بحب اتبل الفراخ المشويه دي بالذات يومين، وكنت سايباها في التلاجة. طلعتها ويا دوب سويت، حطيتها على النار ودخلتها جوه الفرن زي ما انتوا شفتوا كده، وفي الشبكه، وطلعت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. كنت عامله الرز وعملت طبق ملوخيه صغير كده. عايزه اقول لكم الملوخيه دي انا كنت مشتريها من بره، مش من اللي اختي عاملاها. اللي اختي عاملاها بتاعه البلد ما شاء الله عليها، بتبقى خضره كأن الملوخيه خضره. لكن الملوخيه دي انا جايباها كنت من عند العطار، مش حلوه قوي، صفرة. انا مش عارفه ايه اللي خلاني ساعتها جبت، يعني مش فاكره ايه اللي خلاني جبت. رحت جبت المهم ب5 جنيه، مش شويه كتير. انا قلت جبت ب5 جنيه عشان ايه، احاول ان ما اخلصش اللي عندي بصراحه. فتحس ان الملوخيه لونها اصفر، مش ملوخيه خضره ولا ملوخيه ناشفه زي اللي بجيبها من البلد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. المهم عملت الفراخ بتاعتي والرز، وعملت شويه ملوخيه، وعملت شويه سلطه الطحينه كده على السريع، طبعا عشان الفراخ المشويه بتحب السلطه الطحينه كويس. انا كانت الطحينه بتاعتي خلصت، يا دوب هما كان الكيس بتاعي ده اللي ب5 جنيه، زودت عليه معلقتين دقيق. انت لو عندك طحينه كويسه حلوه كميه حلوه ما تحطيش دقيق. انا مش بالعاده بحط دقيق بصراحه في الطحينه، بستكفى في الخل والثوم والكمون والليمون وخلاص كده، واحط كميه طحينه كويسه وافضل اقلب، ولو حبيت ممكن شويه ميه صغيرين بس. لكن المره دي انا اضطريت ان انا احط طحينه، احط عليها دقيق عشان ما كانش عندي طحينه كفايه. طبعا حطيت السفره زي ما انتوا شفتوا كده بألف هنا. اتغدينا وخلصنا. طبعا اولادي ماما احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، والجو كان حر يعني، سبحان الله ربنا يجيرنا من نار جهنم، كان الجو حر قوي. قلت لهم تخيلوا ان انا عندي ايس كريم في التلاجة ان احنا كنا عاملينه، تعالوا نجيبه ونطلعه. وانا كان نفسي في حاجه مسكره بصراحه، فقعدت افك كده واديت كل واحد واحده. وانا ففضلت انا الوحيده، كلهم فكت لهم البتاعه بتاعتهم بسرعه الا انا، فضلت ساعه افك فيها مش راضيه تفك. فالحمد لله اتفكت في الاخر وكلتها، بس كانت ما شاء الله طعمها حلو، جاي في الوقت. كنت عامله مانجا وحط عليها كريم شانتيه وضربهم في بعض وحطيتهم في القوالب بتاعه الايس كريم زي ما انتوا شفتوا كده بس. والحمد لله اتغدينا وكلنا حاجه ساقعه، ولا شربنا حاجه ساقعه، لا كلنا حاجه ساقعه ومسكره في نفس الوقت، يعني رطبنا على قلبنا واتغدينا. طبعا هما ما كلوش رز كتير، كلوا يا دوب الفراخ ما شاء الله عليهم بألف هنا. فانا كميه الرز دي طبعا مش هينفع ارميها، فانا بصراحه حطيتها في الحله تاني، رجعتها النضيفه رجعتها في الحله تاني، وقلنا نتغدى بيها تاني يوم، او لو العيال قاعد بشويه كده نخليها. انا اليوم ده كترت برضو الرز، انا مش بعد بحط رز كتير، بس كترت قلت ايه عشان كنا جعانين وكده كنا هناكل. بس ما جالوش والله، هم كلوا الفراخ مشويه حبوها، فكلوا الفراخ مشويه وسابوا الرز بألف هنا يعني. بس فده كان اليوم بتاعي، خلصته كده الطبيخ والغسيل والحمد لله. ودخلت بقى على دور المواعين اللي ما بيخلص. عايزه اقول لكم انا كنت بغسل في المواعين يا بنات، حرفيا فصلت. انا عندي رجلي مش عايزه اقول لكم فيها كميه يعني دوالي مش حلوه مش لطيفه، وانا مكسله ان انا اروح اكشف. انا عايزه اقول لكم انا مكسله ان انا اروح اكشف والله العظيم، او مش عايزه اكشف، يعني مش عايزه اخد ادويه. فلو في حد يقول لي على نوع كريم كويس ممكن تنفع للدوالي غير البرشام قولوا لي، بدل اروح المستشفى، عشان انا مش حابه اروح مستشفيات. فقعدت اغسل بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها كده. غسلت طبعا اول حاجه بتاعه الايس كريم، وبعد كده الكوبايات عشان ما تتمليش من سلك المواعين اللي احنا بنغسل بيه بواقي الاكل والكلام ده يلزق في بتاعه الايس كريم.
بس قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا نسيتي تدخلي تعملي لايك وتكتبي تكتبي تعليق حلو، صح؟ نسيتي؟ ها، لا ما ينفعش. ادخلي بقى اعملي تعليق كده حلو لاختك، وصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، وقولي لي يا قمر بقى انت بتتابعيني منين. وقولوا لي برضو، عماله اقول لكم تاني، قولوا لي اقتراحات حابين اصورها، وايه الحاجات اللي انتم مش حابينها في قناتي ممكن اعرف اعدلها. بس يعني ده كانت الفيديو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم في ناس ما بتحبش غسيل المواعين، والله العظيم انا بحب غسيل المواعين، بس لو رجليا بتوجعني لان انا بغسل مواعين وانا واقفه، فده اللي زهقني في المواعين. لكن انا بغسل المواعين يعني حلو، بحب اغسل المواعين. اولا انا ما عنديش ألمونيوم كتير، انا ما عنديش من النوع اللي هو عنده الألمونيوم اللي بيتضاع كتير. انا عندي في جهازي لكن مش عندي مطلعاه، بطلع ممكن حله او اتنين. الاطباق بس اللي بنعمل فيهم طبق الملوخيه، لكن الباقي مثلا اللي هي الاطباق الميلاميني السلستين، فهي بتبقى سهله وخفيفه يعني. لكن اللي بيتعبني اكتر لما بفضل واقفه وقت طويل رجليا بتوجعني. بس هي ده اللي بيضايقني في غسيل المواعين. في ناس تقول لي ازاي ان انا كرهت المواعين ومش بحب المواعين. قلت لها والله العظيم انا بحب غسيل المواعين، بس يعني لا اللي تعبني دلوقتي فعليا رجلي. انا عندي اختي ما شاء الله ما شاء الله عليها، بتغسل كميه مواعين كل يوم، اللهم بارك. بس هي بنجيب الطشت كده زي بتاع زمان، بنجيب الطشت ونحط ميه جنبنا وتبقى قاعده وتغسل. بس هي ما كانش على رجليها، يبقى على ظهرها بصراحه، لانها بتغسل كميه مواعين مهوله وكلها ألمونيوم، لازم تدعك. يعني احنا في الصعيد لازم ندعك الألمونيوم كده جامد لحد ما الألمونيوم بتاعك ينور وتشوفي وشك فيه. انا عندي اختي من النوع ده بصراحه، الحله او الطبق بتاعها ما كانش يبرق ويلمع، ما تعرفش تقول كده انا ما غسلتش مواعين. يعني لو صدفت وسابتهم لبنتها تغسلهم تقول لا المواعين مش حلوه، انا كده ما غسلتش، انا عايزه اروح اغسل تاني، تعيد عليهم الغسيل. انا حتى لو انا برضو بتعيد عليهم الغسيل، يعني هي ما بتقبلش الغسيل حد غير غسيلها، سبحان الله يعني. فهي ما شاء الله عليها، ربنا يحميها ويديها الصحه. ومن هنا ومن قناتي الحلوه دي، ربنا يبارك لها في اولادها يا رب، ويحفظهم لها ويبارك لها في ابنها الكبير، ويحفظه يا رب ويصلح حاله وينجحه باعلى المناصب ان شاء الله، ويكرمه ربنا بشهاده حلوه، ويفرحها في بناتها يا رب، ويفرح اخواتي البنات التانيين يا رب في عيالهم، ويصلح حالهم ان شاء الله، ويصلح حالنا جميعا. ويا رب يسعدكم كلكم، ويصلح حال بناتنا وبناتكم ان شاء الله. ويا رب يا رب كل من عايز ذريه صالحه ربنا يديه، وكل اللي نفسه في حاجه حلوه ربنا ان شاء الله هيديها لك. يعني انت ادعي ويكون عندك يقين وامل في ربنا، ان شاء الله ربنا هيديك الحاجه دي، حتى لو اتاخرت عليك هتيجي والله. ولو ما جاتش لا قدر الله، ممكن اكيد واحنا عارفين ان ده ممكن ربنا بيعده عنك، ممكن لان هو يكون اذى، ربنا ابعده عنك او اجله لك لوقت ما. يعني ممكن ما يكونش جاي لك في الوقت ده عشان هو هيبقى تعب عليك، هيأجله لك بعدين، هيأجله لك في وقته، او شالوا عنك عشان ده مؤذي ليك. فاي حاجه ربنا يدهنا لازم نرضى بيها. ودايما نقول لك اللي علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فالحمد لله بكل اللي ربنا ادهنا، وربنا يرضى عنا ان شاء الله، ويدينا ويديكم من الاحسن باذن الله، ويكبر بخاطركم ان شاء الله. بس انتوا قولوا يا رب، ودايما ربنا معاكم. بس هنا يا حبايبي انا كده معلش ان كنت طولت عليكم في الكلام، بس انا حبيت اقول للمتابعين الحلوين وادعي لهم من قلبي، وبدعي لكل حد بيكبر بخاطري بتعليق صغير. في ناس كتيره من ورا فعلا زي ما بيقولك من ورا الكواليس كده زي ما بيقولوا، بتبقى حافز ليك. يعني ممكن يقولك مثلا انا يجيلي احباط من القناه، يعني زي عندي ابن اختي ربنا يبارك فيه، هيكون عندي احباط مثلا واقول خلاص انا هقفل القناه، خلاص مش بيجي لها حد ولا بيجي لها مشتركين ولا مشاهدين لو قعدت فتره. يعني هو يحفزني ربنا يبارك فيه وفي اولاده، يعني يفضل يقول لا يا خالته استني شويه، لا يا خالته ربنا هيكرمك فيها. فانا بص عايزه اقول لكم ان انا خلاص يئست من قناتي، بس لما بيجي لي واحد مشترك او كده زي ما قلت لكم قبل كده، ساعات بيحسسني بامل. يعني انا لما شفت سوبر ميرو تقريبا، قناة سوبر ميرو رحمة الله عليها توفت امبارح يعني، وشفت الاخبار دي، انا معرفش شخصيا يعني، بس انا كنت سامعه عن قناتها يعني، ومن التعليقات انا دخلت على صفحتها وشفتها، رحمة الله عليها، يا رب يجعل مأواها الجنة ان شاء الله، ويغفر لها ويرحمها ويصبر اهلها واولادها. عرفت ان الدنيا مش مستاهله، والله الدنيا مش مستاهله. انا عماله اعافر في قناتي وعماله انزل فيديوهات واعمل اقول لي اشمعنى قناتي ما بتكبرش، واشمعنى قناتي مش بيجيلها مشتركين. بس لما شفت الحاله دي قلت طب ما هي يعني رحمه الله عليها قناتها كبرت وبقت مشهوره، وما شاء الله عليها بقى لها مشتركين ومتابعين، ايه اللي خدته؟ يعني انا مش قصدي حاجه وحشه والله العظيم يا بنات، بس انا عايزه اقول ان الواحد في الاول وفي الاخر مش هياخد حاجه معاه في الدنيا.
مش هياخد حاجة معاه من الدنيا اصلا غير العمل بتاعك. فانت على قد ما تقدري اعملي كويس، على قد ما تقدري ما تسيبيش الصلاة بتاعتك ولا فروض ولا نوافل، على قد ما تقدري اعملي صدقات. يعني انا بذكر نفسي واياكم والله العظيم، مش بذكركم انتوا بس، انا بذكر نفسي كمان، لان ساعات البني ادم، او مش ساعات، هو كتير البني ادم بيجيله تقصير نفسي، وبيجيله تقصير ان هو ما بيتعاملش مع ربنا مثلا، او بيغيب عن ربنا، بيغيب عن قرآنه، بيغيب عن صلاته. فادعوا ربنا كتير ان ربنا يكرمكم في ذريتكم ان شاء الله، وادعوا ربنا كتير ان يثبتنا على صلاتنا ويثبتنا على ديننا ويحسن ختمتنا يا رب، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. وربنا يرحمك يا رب يا سوبر ميرو، مش عارفه اسمها سوبر ميرو ولا قناه ميرو، مش فاكره الاسم بالظبط، بس رحمه الله عليها يعني، ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعل مأواها الجنه، ويرحمنا احنا كمان ويحسن ختمتنا ويرحم امواتنا جميعا، ويرحمك يا ابويا يا رب، ويغفر لك ويجعل مأواك الجنه يا رب، ويرزق امي الصحه والعافيه ويبارك لي فيها يا رب، واصلح حال خواتي يا رب العالمين. معلش انا طولت عليكم والله يا بنات، بس دي حاجه طلعت من قلبي دلوقتي فحبيت اقولها، بس الله المستعان. المهم يا بنات، انا عايزه اقول لكم الشبكه دي بتاعه الفراخ خدت مني وقت اكتر من غسيل المواعين. انا خلصت المواعين وشطبتها، ودي كنت مليناها، قلت لا لازم امسكك انضفك، يعني انا مش هسيب المطبخ فيه حاجه، لازم اخلص المطبخ ما يكونش فيه تنتوفه كده. فمسكتها قعدت اكتر من المواعين، يعني انا قعدت اغسل فيها اكتر من المواعين ومش راضيه تنضف مش عارفه ايه الحل بتاعها ده بصراحه. فالحمد لله قعدت مسكت كده بالسلكه حته حته لحد ما الحمد لله ايه نطفت شويه وبانت النظافه بتاعتها، والسواد وبواقي الاكل بتاعت الفراخ اختفت الحمد لله. بس ومسكت الحوض زي ما انتم شايفين كده غسلته الحمد لله، يعني بقى عندي حوض حلو بيلمع ورخامه حلوه الحمد لله. والله الحمد لله، ده ربنا كبير 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 جدا، الحمد لله والله فرحانه بكل حاجه ربنا ادهاني الحمد لله. وبشكركم كلكم من قلبي، واشوفكم على خير وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله، والسلام عليكم.